يا مساء الفل أو يا صباح الفل على حسب ما الفيديو هيوصل لك. هسألك سؤال: عمرك شفت صليب جوه جامع؟ طب شفت عمود إسلامي جوه كنيسة؟ طب شفت نقش مصري قديم موجود على حيطة جامع؟ تعال أقولك الحكاية. في بلد زي مصر مفيش حجر بيروح حضر، كل حجر عندنا هنا ليه حكاية. وحكايتنا النهاردة عن إعادة استخدام الأحجار من معابد وكنايس في مزيج كده ملوش زي. في مصر كل عصر وكل فترة بتحترم اللي قبلها، والمصريين كان دايما عندهم مبدأ: طالما الحجر عرف صوت صلاة عمره ما ينساها أبدا. مهما اختلفت الأديان والكلمات، الصلاة بتتغير لكن صداها بيفضل عايش في الحجر. ده مش مجرد توفير للوقت أو المجهود زي ما انت فاكر، دي رسالة استمرارية وتراث مشترك واتصال بين حضارات، من رمسيس لماري مرقس لمحمد علي. تعالى بقى أقولك أشهر الجوامع اللي موجود فيها صلبان، وأول محطة هنقف عندها أكيد هو الصليب اللي في جامع الأزهر، وتحديدا اللي في توسعة الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله. ولما تيجي تبص على الأعمدة في جامع الأزهر الشريف هتلاحظ إن أصلا مفيش عمود شبه التاني، أو مفيش عمود أخو التاني حرفيا. طب وده ليه؟ لأنها جاية من كنايس قبطية مهدمة، كل عمود فيها له أصل وكل تاج له قصة. تعال نروح لتاني جامع موجود فيه صليب، وهو جامع الناصر محمد بن قلاوون اللي موجود في قلعة الجبل أو قلعة صلاح الدين زي ما احنا بنسميها. الجامع فيه أعمدة منها جرانيت بيرجع للعصر اليوناني الروماني، وفي أعمدة من الرخام بترجع للفترة القبطية، وكلهم كانوا جايين من الصحراء والصعيد من بقايا المهدمة من المعابد والكنائس. وعشان كده هنشوف هناك برضو على أحد تيجان الأعمدة الصليب موجود. وزي ما اتكلمنا عن أشهر الجوامع اللي موجود فيها صلبان، تعالى بقى دلوقتي نعكس ونتكلم عن ظهور روح الفن الإسلامي والأعمدة الإسلامية في الكنائس. وخلينا نبدأ من عند الكنيسة المعلقة اللي موجودة في منطقة مصر القديمة، واللي اتبنت في أواخر القرن الرابع أوائل القرن الخامس الميلادي، واللي دخلت عليها روح تانية خالص في القرن التمنتاشر. على إيد مين؟ على إيد عبد الرحمن كتخدة، اللي جه وقرر يسيب بصمته، دخل عليها الفن والمعمار الإسلامي اللي كان عامله في توسعته في الجامع الأزهر. هتلاقي 4 أعمدة جوه الكنيسة بيشبهوا أعمدة جامع الأزهر بالظبط. مش بس كده، باب الكنيسة حط حواليه أعمدة مدمجة من الرخام اللي موجود منها نسخة طبق الأصل في السبيل والكتاب بتاعه اللي موجود في شارع المعز. الغريب ما كانش بس في الأعمدة، لكن الواجهة اللي جددها كمان كان عليها زخارف نباتية وإسلامية، ولكن طبعا تمت إضافة رموز قبطية وآيات من الإنجيل عليها. ده حتى الباب ما سلمش منه، كان موجود عليه الطبق النجمي اللي ظهر في العصر الفاطمي، لكن أخد الطابع القبطي. وكان الصليب اللي في نص الترس بيرمز للسيد المسيح، أما اللوزات الصغيرة اللي حوالين الترس كانت بترمز لتلاميذ السيد المسيح. ده ما كانش مجرد فن عادي، ده كان مزج عبقري بين الدين والفنون. سيبك بقى من اللي فات ده كله وتعالى معايا نروح على جامع الأقصى.